السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة. البت راحت للدجال وما ضربت بكلام الناس بكلام صاحبتها عرض الحائط، وهو عشان يطمنها جاب لها واحدة من المعارف بتاعته وقعدها معاها والكلام ده كله. واللي حصل أول مرة وتاني مرة حصل المرة دي، بس زيادة عليها ان هو قال لها في عريس جايلك بكرة. استنت العريس، جه العريس واتفقوا. انا بلخص كتير جدا، المشوار طويل. جه العريس واتفقوا والكلام ده كله زي ما قال هو مواصفاته والدنيا دي. المهم راحت الجلسة اللي بعديها، ما لسه طبعا هي ما صحيتش، لسه العلاج ما خدش حقه، لازم ياخد حقه. المهم راحت الجلسة عشان العريس المشوار بتاعه يكمل. المهم نفس النظام، قال لها بصي يا بنت الناس، خلاص هو العريس كده سبت وهياخدك والدنيا والدين وانت تمام التمام، ودي اخر جلسه ليكي وخلاص كده. طالما ربنا وفق، احنا قلنا له احنا البيت قالت له مش لازم لما اروح ومش قال لها لا خلاص انا متاكد ان هياخدك. وهي خارجه من عنده لقيت العريس في الاوضه اللي جنبيه. طبعا صعقت، عريس اللي جابه هنا وايه اللي حطه وايه اللي بنت حلال من المكان نفسه. اول ما شافتها بلمت وعملت كده، راحت خدتها على جنب، قالت لها اكيد انت كذا وكذا وكذا وكذا، العريس اللي جوه ده هو اللي بعته لك. ما البت حكت لها على كل حاجه، ست كبيره في السن شكلها معاهم يعني، بس البت صعبت عليها. فقالت لها يا بنتي انا عشان اقصر معاكي المشوار، شكلك بنت حلال وهتتأذي، بس لو جبت سيره انا هقول انا ما قلتلهاش ولا اعرفها. المشوار ده مشوار وسخ، مشوار مجندل، اخلع بجلدك من هنا، انت دخلت عش دبابير. قالت لي ما لا، ما هو قال لي ما قالت لها يا بنتي ابعد عن هنا، ده شغل انا عارفاه، والواد اللي جوه ده بيسرحوا تبعه، اكيد راح لك وطلب منك حاجه قالت لها لا ده ما طلبش، ده كان عايز يتجوز. قالت لها مش هيتجوزك ولا هيتنيل، ده هو بعته عشان يثبت ان الكلام بتاعه صح. طبعا انا مش هكلمكم على الباقي، انتوا عارفين الصدمه وعارفين اللي ممكن يحصل في الحاله دي. البت برضو عشان ما تشوشرش على نفسها وتبهدل نفسها خدت امها ومشيت. راحت لصاحبتها حكت لها القصه، قالت لها احمد ربنا انها جت لغت كده، الموضوع كان هيطول وكان هيوسخ وكان هيبقى اوسخ. الحمد لله احمد ربنا انها جت لغت كده. قالت لها الله اعلم ايه اللي حصل لي وايه اللي جرالي. قالت لها ايا كان اللي حصل لك، انت لولا شفتي كذبه بعينك ما كنتش هتصدقي، فاحمد ربنا على اللي حصل، وربنا ان شاء الله هيبعت لك نصيبك، بس اصبري.